بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، حياكم الله. لنستمع إلى ما قاله الملحد الكافر الملعون الزنديق ياسر الحبيب مهدور الدم. البعض منكم ممكن يستغرب هذه الألفاظ، أنا أدري، لأنه مو معتادين عليها من مكي العاملي، لكن خلينا نستمع وبعدين أقول لكم شنو القصة. أما بالنسبة إلى زنا عائشة، زنا عائشة، فأيضا الدليل مفصل، وهذا أيضا كان كلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام إذا اتهموا هذه المرأة. لاحظوا ماذا يقول هذا الرجل. أولا يقول أن عائشة زانية والعياذ بالله، هذا بحسب عقيدته. ثانيا يرمي هذه التهمة إلى أهل البيت عليهم السلام، رغم أن هذا الأمر كذب محض وغير ثابت عنهم. ثالثا يقول أن أهل البيت اتهموها بالزنا، أهل البيت يتهموها اتهام. لاحظوا الجهل والسفاهة. الآن ممكن تقولون طيب هذا شو دخله بالكلام الأول اللي أنت قلته؟ خليني أقول لكم شو دخله. نأتي الآن إلى كتاب ليالي بيشاور، مناظرات وحوار لسلطان الواعظين السيد محمد الموسوي الشيرازي. ماذا يقول هذا العالم؟ قال: أما نحن الشيعة. شوفوا هو الآن يرد على المستشكل. قال: أما نحن الشيعة فنعتقد عقيدة أن كل من يقذف أي واحدة من زوجات رسول الله، لا سيما حفصة وعائشة، فهو ملحد كافر ملعون مهدور الدم. إذن اللي يقول عائشة زانية شنو؟ ملحد كافر ملعون مهدور الدم. إذن هذه الأمور كلها اجتمعت في ياسر الحبيب. ياسر الحبيب، أنت الآن بحسب كلام السيد محمد الموسوي الشيرازي ملحد كافر ملعون مهدور الدم. راح أخليك الآن مثل بلاع الموس، لا تقدر تبلعه ولا تقدر تطلعه. هذه الضربة الأولى، والله يستر من الجايات. وياك مكي العاملي. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.